النافلة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة. النافلة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة. احذر من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. احذر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أحاديث ضعيفة. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري. هذا الحديث حديث باطل. قال الله عز وجل: إني والإنس والجن في نبأ عظيم. أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. تحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم وتبغضون إلي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إلي. أهل ذكري أهل محبتي أهل شكري أهل نعمتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب والحسنة عندي بعشر أمثالها وأنا أرأف بالناس من الأم بولدها. هذا كذب. حديث ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. هذا باطل لا أصل له. من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من أرضي وسمائي وليلتمس له ربا سواي. صلوا وراء كل بر وفاجر. هذا الحديث ضعيف. عبدي أطيعني تكن عبدا ربانيا تقول لشيء كن فيكون. هذا كذب. أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أشغلتك بما تريد ولا يكون إلا ما أريد. هذا كذب. الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا لا أصل له. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أيضا. هذا واهن ضعيف يعني. أحاديث ضعيفة. وانتبه من القصص الواهية. قصة الحمامة اللي عششت على الغباب الغار والعنكبوت والقدة. هذا أيضا ضعيف لا يثبت. من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا منكر. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا حديث ضعيف. وحديث أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا أيضا حديث لا أصل له. حديث من حج ولم يزورني فقد جفاني. هذا باطل. حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بيعه. هذا منكر أيضا. انتبه. اطلب العلم ولو بالصين. هذا باطل. صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلى زكاة الفطر. هذا ضعيف. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم كذب. هذا موضوع كذب. أبغض الحلال عند الله الطلاق. ضعيف. احنا الآن متعرضين لفكي الكماشة. إدخال الباطل في الدين وإخراج الحق منه. إدخال الباطل في الدين عن طريق ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الاستدلال وإخراج الحق منه إنكار الأحاديث الصحيحة. فأنتوا لما تهملوا جهود أهل العلم وتقولوا الأحاديث اللي هم نفسهم طول عمرهم بيقولوا هذا حديث باطل وموضوع تطلع برضو تقولوا يا ضيعة جهود هؤلاء العلماء. يا ضيعة جهود هؤلاء العلماء. ليه انتوا راكنين جهد هؤلاء العلماء على جنب وبرضو الباطل تقعدوا تقولوا فيه ليل نهار؟ لماذا لا تبحثون؟ لماذا لا تتعلمون؟ تذكر. ليس العلم بكثرة المسائل. تذكر. إنما العلم الخشية. تذكر. العلم على الحقيقة مش ان كل ما اقول لك في مسألة تقول لي انا عارف اقوال العلماء فيها وقال فلان وقال علان والراجح في الخلاف كذا وكذا والدليل كذا وكذا. مش ده العلم. ده وسيلة. الغاية ان تعرف ربك سبحانه وتعالى وان تقيم العبودية على وجهها كما ارادها منك يا رب العالمين سبحانه وتعالى ليكون مستقرك في النهاية إلى الجنة. إذا هذا العلم ما كان يهدي صاحبه
إلى رب العالمين تبارك وتعالى لم يزدد من الله إلا بعدا بسبب ثبوت الحجة عليه. وتذكر. الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شبر وشائب.